بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة منال الحسيني والتفوق في التاريخ والدراسات الاجتماعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنبتدي نستكمل موضوعات منهج تاريخ الصف الأول الثانوي. النهارده هنتكلم عن الحياة السياسية في مصر الفرعونية. طبعا الحياة السياسية والإدارية في مصر الفرعونية موضوع مهم جدا، وهنلاحظ ان السبب في وجود أنظمة سياسية في مصر الفرعونية منذ القدم هو طبيعة بلادنا ووجود نهر النيل اللي حتم علينا لازم يكون عندنا أنظمة سياسية وفي حكومة مركزية تتولى الإشراف على كافة شؤون البلاد. أيضا لابد من وجود نظام إداري يساعد الملك أو الفرعون في إدارة شؤون البلاد بسبب امتداد طول الوادي في مصر والدلتا. أيضا يعني لو بصينا في الخريطة نلاحظ إن إحنا مصر بتتميز بأنها الوادي والدلتا مناطق طويلة بطول مصر من الشمال إلى الجنوب، فلا بد من حكومة مركزية. ممكن أحيانا كانت بتكون في منف في وسط البلاد، واحيانا كانت بتكون في طيبه، بس لازم الملك سواء موجود في منف او موجود في طيبه لازم في من يساعده، اللي هي الحكومات الحكام الاقاليم. زمان الاقليم زي المحافظه حاليا، فكان لابد من نظام اداري يساند الملك. ايضا لابد من وجود جيش قوي يحمي حدود البلاد، يعني طبعا احنا قلنا بلادنا بخيراتها الوفيره لازم كان هناك الطامعين، فلابد من وجود جيش قوي يحمي الحدود المصريه من كافه الجهات. ايضا لابد من وجود اسطول قوي يحمي سواحل مصر. ايضا لابد من وجود قضاء عادل يضمن لكل انسان في مصر انه يحصل على حقوقه. يبقى اذا كل هذه الظروف ادت الى وجود حياه سياسيه متطوره جدا من المصريين القدماء. اليوم هنشوف مع بعض ايه اهم عناصر الحياة السياسية في مصر الفرعونية. طبعا احنا عندنا وادي النيل ومصر، قلنا امتداد مصر في الوادي والدلتا في الجزء الشمالي ده. الأول كنا عبارة عن أقاليم متفرقة، وقلت الأقاليم زي المحافظات حاليا مع اختلاف المساحات. طيب وده تنظيم اداري، اقليم، محافظه، ولايه، هذا ده كله تنظيم اداري. كل دوله بتسمي الاقسام الاداريه عندها بالاسم اللي بتختاره. احنا زمان كانوا بيسموها اقاليم وحاليا بنسميها محافظات. طيب هل الاقليم يعني وحده متكامله؟ الاقليم متقسم الى مدن، والمدن متقسمه الى قرى. يبقى اذا ده تقسيم اداري كان موجود في مصر الفرعونيه. طبعا الاول كان في انقسام وكل منطقه ليها حاكم خاص بيها، الى ان ظهرت الاقاليم بقى اللي كان ليها سيطره وقوه. فظهرت اول وحده في مصر حاولت توحد الوجه البحري والقبلي او الدلتا والوادي. دي كانت 4242 قبل الميلاد، واللي تزعم الوحده دي طبعا الدلتا هي اللي تزعمت الوحده. يعني بدايه الوحده خرجت من الدلتا وفرضت سيطرتها على الوادي. دي 4242 قبل الميلاد، بس الوحده دي لم تستمر طويلا. انقسمت مصر تاني، يعني اصبح هناك فيما بعد مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. طبعا احنا درسنا قبل كده في الصف الاول الاعدادي وفي الرابع الابتدائي ان مملكه الجنوب كانت مكان عاصمتها كانت هنا في مدينه اسمها نخل، وكان ملكها بيلبس التاج الابيض، وكان شعارهم زهره اللوتس، وكانوا بيعبدوا انثى النسر. في الوقت اللي كانت مملكه الشمال عاصمتها هوتو، وكان شعارهم نبات البرد اللي بينمو بكثره في البحيرات الشماليه. ايضا ثعبان الكبرى كان المعبود، وكان الملك بيلبس تاج احمر. طبعا فضل الامر ده مستمر الى ان جاء الملك مينا او الملك نعرمر اللي استطاع ان هو يوحد. طبعا هو كان من ملوك نخل في الجنوب، كان من الصعيد الملك مينا، فطبعا استطاع ان يفرض سيطرته على مملكه الشمال ويوحد مصر. من الاعمال اللي عملها الملك مينا ولازم نذكرها انه اختار عاصمه
جديدة في وسط البلاد في منف. لماذا؟ لكي يفرض سيطرته على الشمال وعلى الجنوب. طب ماذا يحدث إذا استمر مينا في نخل في الجنوب؟ طبعا في الحالة دي هيؤدي إلى أن مملكة الشمال دي ممكن تنفصل عنه بسهولة. لكن هو إنه عمل عظيم، إنه اختار عاصمة في وسط البلاد ليسهل سيطرته على الشمال وعلى الجنوب، ودي اسمها الحكومة المركزية. الحكومة المركزية المكان اللي هي فيه العاصمة، واللي بيبقى فيه الحاكم الملك أو رئيس الدولة، مقره اسمه الحكومة المركزية، ومعاه طبعا الوزير وكافة الإدارات اللي بتعمل في الإشراف على كافة شؤون البلاد. بالظبط دلوقتي زي العاصمة عندنا القاهرة حاليا، وفيها رئيس الجمهورية وفيها كافة الوزارات. دي الإدارة المركزية. طيب هنا بقى بنشوف ان الملك مينا بعد ما وحد البلاد طبعا ده من اجل الحفاظ على مصر، يعني الوحده دي بتخدم مصالح كل المصريين. طب ايه العوامل اللي ساعدت على وحده مصر؟ برضو طبيعي مصر سبحان الله طبيعتها بتساعد على الوحده. اول حاجه طبعا وجود نهر النيل، لان كل المدن قديما كل المدن والبلاد كانت على نهر النيل، ولحد النهارده المحافظات كلها مرتبطه بنهر النيل. معظم محافظات مصر وعدد السكان والتنافس السكاني كله حوالين نهر النيل. محافظه اسوان، محافظه الاقصر، محافظه قنا، محافظه سوهاج، اسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزه، والوجه البحري طبعا كله، المنوفيه والقلبيه والشرقيه والغربيه والدقهليه، كل المحافظات دي حوالين نهر النيل. قديما ايضا كان حوالين نهر النيل موجوده المدن واهم مراكز تجمع المصريين. طيب يبقى اذا شيء طبيعي ان يبقى في وحده تربط كل هؤلاء السكان. تاني حاجه ان طبيعه ارضنا ارض منبسطه، مفيش جبل بيفصل جنوب مصر عن شمالها، لا كلنا ارض منبسطه سهل انك تتحرك عليها، وسهلت اتصال سكان مصر سواء في الشمال بالجنوب. فده برضه من اهم العوامل اللي ساعدت على الاختلاط والاتصال، مما ادى الى الوحده. كمان خيرات مصر بتتمتع بتربه خصبه وثروات معدنيه وثروه حيوانيه. كل هذه الثروات خلت المصريين شعروا ان وحدتهم هي اللي تقدر تضمن لهم الحفاظ على ثرواتهم، وان هم يقدروا يصدوا اي اعتداء على ممتلكاتهم. يبقى العوامل دي كلها عوامل تحقيق الوحده في مصر. هناك بعض البلاد بيفصلها جبال عن بعضها والبعض، دي ما بتقدرش تحقق وحده. يعني مصر من اوائل الدول اللي حققت وحده بسبب طبيعه ارضها المنبسطه ووجود نهر النيل وثرواتها المتعدده وخيراتها الكثيره. طيب تعالوا بقى نشوف عناصر الحكم. الهرم ده بيورينا عناصر الحكم في مصر. طبعا على قمه الهرم طبعا الملك، يليه الوزير، تليه الاداره المحليه اللي هم حكام الاقاليم. قلنا حكام الاقاليم زي المحافظ حاليا او رئيس مجلس المدينه. طيب القضاء طبعا دي السلطه القضائيه اللي هي خاصه بالمحاكم وتحقيق العدل واعطاء كل ذي حق حقه. طبعا الجيش والاسطول دي الوسيله اللي الدوله بيها بتحافظ على امنها وحدودها وثروات وعلى شعوبها. الشرطه طبعا لتحقيق الامن الداخلي والحفاظ على سلامه المواطن. تعالوا نشوف بقى كل يعني قسم من هذه الاقسام ونشوف ايه مسؤولياته وايه دوره في الحياه السياسيه في مصر الفرعونيه. طبعا الملك عند المصريين القدماء كان عندهم فكره الملكيه المقدسه. يعني ايه الملكيه المقدسه؟ يعني الملك ده ابن الاله، يعني الملك نفسه اله. فعشان كده بنقول ان كان المصريين حريصين على ارضاء الملك وبالتالي كانوا بيحاولوا ان هم يرضوه وبيلتزموا بطاعه اوامره. طيب الملك اللي هو ليه سلطه يعني زي ما بقول لكم، وتصوروا على جدران المعابد ان حاله الام الملكه وهي الاله عمليه ولاده الابن، يعني بيتدخل فيها الاله في الوقت ده. فطبعا المصريين كانوا بيقدسوا الملك
الفرعون عند المصريين كان ليه قدسية وكانوا بيلتزموا بأوامره. طيب هل الملك كان ليه مهام معينة؟ طبعا الملك ليه مهام معينة. ايه اهم مهام الملك؟ كان ليه طبعا امور في السياسة الداخلية، يعني اعمال في السياسة الداخلية. ايه اهم اعمال الملك في السياسة الداخلية؟ طبعا انه يعين الوزراء ويعين حكام الأقاليم. برضو من ضمن أعماله في السياسة الداخلية إن هو يرعى مصالح الشعب، يشرف على المناجم، استخراج المعادن، يحتفل مع المصريين بالمناسبات سواء دينية أو مناسبات قومية. دي السياسة الداخلية. طيب السياسة الخارجية للملك كانت إيه أهم جهوده في السياسة الخارجية؟ طبعا هو اللي بيعقد المعاهدات، وهو اللي بيستقبل الوفود، وهو طبعا اللي بيقود الجيوش في حالة الحرب. يبقى كل دي أعمال الملك. طيب هل الملك يعني نقدر نقول حياته كان مرفهة؟ لا طبعا. الملك كان أعماله طبعا كثيرة جدا، وكان هو اللي بيتولى عملية إصدار القوانين في القضاء، هو اللي كان بيصدر القوانين. فطبعا أعباء الملك كانت كثيرة جدا وحياته غير مرفهة، ولكن كان بيعمل أعمال متعددة. وده بيشبه بالظبط أعمال الرؤساء والحكام في الوقت الحالي. برضو رئيس الدولة بيقابل الوفود وبيعقد المعاهدات، وبرضو بيرأس الجيش، وفي السياسة الداخلية بيتتبع المصانع وبيزور المناطق المشروعات الجديدة، وبيحتفل في الأعياد مع شعبه. يبقى إذن لم تختلف وظائف الملك قديما عن وظائف الملك حديثا. نأتي إلى الوزير. الوزير حاليا مثل رئيس الوزراء، يعني وظيفة الوزير قديما مثل وظيفة رئيس الوزراء. الوزير ده ساعد الملك الأيمن وبيساعده في كافة شؤون الدولة. ايه اهم بقى وظائف؟ طبعا ليه شروط الوزير على فكرة. في البداية هم كانوا بيستعينوا بأبناء الأسرة الملكية أو من أقارب الملك طبعا، على أساس إن هم من أهل بيته وهيكون بيدينوا بالولاء ليه ومش هيعملوا حاجة ضد مصلحة الملك أو الفرعون وضد مصلحة الدولة. لكن بمرور الوقت بدأ بقى حكام مصر يجدوا أن هناك شخصيات بتتمتع بصفات منها العدل والصدق والأمانة والإخلاص والمهارة، فبدأوا يستعينوا بإيه؟ بشخصيات خارج الأسرة الحاكمة، وبدأ يظهر طبعا وزراء يعني التاريخ خلد أعمالهم. وطبعا عندنا وزراء كتير كان لهم دور كبير في يعني الإنجازات اللي حصلت في مصر في العصور القديمة، زي الوزير إمحوتب ده كان في الدولة القديمة. طيب تعالوا بقى نشوف إيه أهم مهام الوزير. الوزير ليه مهام كتير جدا ومتعددة. الوزير أولا هو بيرأس الحكومة المركزية، اللي هي قلنا ايه عبارة عن ايه الحكومة المركزية؟ الحكومة اللي في العاصمة اللي متواجدة مع الفرعون، والحكومة دي المركزية بيرأسها وبيرأس حكام الأقاليم ورؤساء الإدارات. والإدارات دي زي حاليا الوزارات، في إدارة للري وفي إدارة للغلال، في إدارة للأمن. كل دي إدارات كان رؤسائها بيتواجدوا أو بيكونوا ضمن الإدارة المركزية. طيب أيضا الوزير من سلطاته برضو إن هو بيرأس السلطة القضائية، إن هو رئيس المحكمة أو السلطة القضائية في مصر. كمان الوزير كان من حقه في بعض الأوقات إنه يصدر القوانين بإذن من الفرعون. يبقى دي مهام الوزير، يبقى كانت شخصية مهمة وبترأس الجهاز الإداري في الدولة، وساعد الملك الأيمن وهو اللي بيساعده في كافة شؤون العمل. طيب تعالوا بقى نشوف حكام الأقاليم. حكام الأقاليم قلنا زي حاليا المحافظين، هم دلوقتي قديما كان اسمهم حكام الأقاليم. حاكم الإقليم ده مسؤول عن الإقليم اللي بيشرف عليه، وكان بيدير الإقليم في إطار السياسة العامة للدولة، يعني من خلال القوانين اللي بيصدرها الفرعون كان حكام الأقاليم يلتزموا بهذه القوانين والقرارات. بس كان بيحصل بقى ان فترات ضعف الحكام وفترات ضعف الملوك الفراعنه
كان بيزيد نفوذ حكام الأقاليم، لدرجة إن منهم ناس كانت بتحاول إنها تستقل بالإقليم بتاعها عن سلطة الفرعون، وكثير منهم نفسوا الفراعنة على الحكم في مصر، بس دي في فترات الضعف. لكن لما جه الملك سنوسرت الثالث أدخل بعض التعديل على منصب حكام الأقاليم، ومنع ان الحكام الاقاليم يتوارثوا هذا المنصب في اسرهم. كان الاول الحاكم الاقليم بيورث ابنه او واحد من اسرته المنصب. لما جه سنوسرت منع عمليه وراثه المنصب، فده ادخل تحسين وتعديل على نظام الاداره او حكام الاقاليم او الادارات المحليه. بعد كده هنتكلم عن الجيش. طبعا المصري القديم لم يحاول أن يعتدي على بلاده، لأن طبعا خيرات بلاده كثيرة، وطبعا هو مشغول بأنه هو يستفيد منها ويخدمها لمصلحته. وطبعا لما ظهر أن بدأ الأعداء يهاجموا على مصر طبعا في ثرواتنا، بدأت بقى التفكير في وجود جيش يحمي البلاد. من ضمن الجيوش دي جيش الدولة القديمة صد اعتداء سكان بلاد الشام عن مصر، ده في الأسرة في عهد الدولة القديمة والأسرة السادسة. طيب إيه بقى الجيش النظامي كجيش؟ بقى مهمته الدفاع عن الوطن، وإن هو يعني في وقت السلم يتدرب وفي وقت الحرب يواجه. الجيش النظامي ده ظهر في الدولة الحديثة. طيب لماذا الدولة الحديثة بشكل خاص ظهر فيها الجيش النظامي ولم يظهر من قبل؟ طبعا احنا عرفنا ان مصر تعرضت في العصر المتأخر الثاني لهجمات الهكسوس، وان الهكسوس احتلوا مصر فترة زمنية طويلة. هذا الدافع دفع حكام مصر في الوقت ده، حكام طيبة، ان هم يكونوا جيش قوي يعني مهمته الدفاع عن الوطن، وبدأوا كمان يسلحوا بأحدث الأسلحة ودخلوا سلاح العجلات الحربية، وده عشان خاطر يطردوا الهكسوس. وفعلا نجح حكام طيبة وعلى رأسهم الملك أحمس في طرد الهكسوس من مصر، وطبعا ده نتيجة وجود جيش منظم. الجيش ده طبعا استمر بعد هذا الهجوم. أدرك حكام مصر أن حماية الحدود ده واجب وطني، ولا بد من الاستمرار في حماية حدودنا، خصوصا حدودنا الشمالية الشرقية اللي مع بلاد الشام اللي جاء منها خطر الهكسوس. فهيستمر الجيوش، وعندنا صور في الكتاب بتوضح لك الجنود وهم يرتدون الملابس القصيرة، وقلنا عشان خاطر سهولة الحركة في ميدان القتال. زائد استخدموا أسلحة متنوعة، استخدموا الرمح، استخدموا القوس، استخدموا الدروع عشان يحموا نفسه، بتبقى سترة من أو عبارة عن مصنوعة من المعدن سواء حديد أو نحاس، عشان الجندي يتلقى فيها الضربات من الطرف المعادي. فعشان كده دي برضو من ضمن الأسلحة اللي استخدمها المصري القديم، واللي ساعدوا على صناعة هذه الأسلحة طبعا وفرة المعادن، سواء الحديد طبعا من أهم المعادن اللي بتستخدم في صناعة الأسلحة. ده بالنسبة للجيش. طيب مصر، هل الجيش اللي بيسير على الأرض في البر يكفي للدفاع عن مصر؟ لا طبعا. عندنا طبعا الأسطول، نتيجة قلت قبل كده إن إحنا مصر بتشرف على شواطئ على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر، فنتيجة إن إحنا بلادنا اتعرضت لهجمات شعوب البحر المتوسط في عهد الدولة الحديثة، فأدرك الملك رمسيس الثالث أهمية وجود جيش أسطول قوي ومجموعة من السفن تتولى الدفاع وحماية سواحل مصر. ففعلا استطاع أن هو يصد هجمات شعوب البحر المتوسط عن مصر، وطبعا ده أدى إلى أنه هو حطم سفنهم وحمى شواطئ مصر الشمالية من اعتداء شعوب البحر المتوسط. يبقى إذن الجيش والأسطول من الأمور أو من المؤسسات الهامة جدا لحماية الوطن والدفاع عنها سواء في السلم أو في الحرب. فطبعا مش معنى ان احنا في حالة سلم نهمل الجيش، لا، في حالة السلم نمد الجيش بأحدث الأسلحة والتدريب يكون مستمر، وده دفاعا عن أرض
الوطن. نيجي بالنسبة للقضاء، وده كان من ضمن العناصر الحكم في مصر، وقلنا ان كان بيرأس المحكمة كان الوزير، وكان هناك وصايا من الحكام لرجال القضاء بحيث ان هم يحققوا العدل ويعطوا لكل ذي حقه، وكانوا بيوصوا لابد من السماع لكل شاكي لكي يمنحوا حقه ويعطيه يعني حقوقه اللي سلبت منه. فده بيدل على قلنا برضو التدين المصري، لأن تحقيق العدل ده برضو شيء مهم جدا. وكان الإنسان عندما كان الوزير أو القضاة يتولوا مناصبهم كان الملك حريص على أنه يوجههم إلى الالتزام بالتعليم الدينية والحرص وتحقيق العدل من أجل تسود البلاد حياة سليمة. طيب في عندنا الثورة بقى الاجتماعية اللي حصلت في أواخر الدولة القديمة. دي الثورة دي طبعا ايه سبب انها نشبت؟ ان اصبح في مصر ساد الظلم وزاد نفوذ حكام الاقاليم وانتشرت الفوضى. فطبعا ده ادى الى ان الشعب المصري شعر بالظلم اللي واقع عليه، فبدأ المصريين يثوروا ضد هذه الاوضاع السلبية نتيجة شعورهم بالظلم. فمثلا ظلم حكام الاقاليم ده يندرج تحت الامور والانقسام وفقد الوحده، ده امور سياسيه. فرض الضرائب الباهظه على الفلاح المصري وظلمه دي اوضاع اجتماعيه. يبقى اذا عانى المصري من اوضاع سياسيه واجتماعيه سيئه، وده اللي خلاه عبر عن هذه المشاعر وعن الظلم انه خرج في ثوره. الثوره دي كانت في نهايه عهد الملك بيبي الثاني. طيب لماذا عهد الملك بيبي الثاني شهد هذه الثورة؟ لأن مدة حكم الملك بيبي استغرق حوالي 94 سنة، هو تولى وعنده 6 سنين وتوفى وهو 100 سنة. فطبعا السنوات الأخيرة من عمره لم يعد له سلطة في إن هو أو قوة في إنه يدير شؤون البلاد، فده طمع حكام الأقاليم فأساءوا معاملة المصريين وظلموهم، ولم يكن هناك من يعطي للمصري حقه، فلذلك هتقوم الثورة. دي كانت في آخر الأسرة السادسة. طيب إيه بقى الفوائد اللي رجعت على المصريين من هذه الثورة؟ أدرك حكام مصر إن حكمهم لمصر مش سلطة مطلقة، لا سلطة مقيدة. يعني إيه سلطة مقيدة؟ يعني لابد أن يتقيد الحاكم بمجموعة القوانين اللي تحقق لشعبه حياة سليمة ويحارب فيها الظلم. يبقى كده أصبحت سلطة الملك مقيدة بمجموعة القوانين. ثانيا ان أدركوا ان المصري ده يعني حقق ذاته، وان اي مصري متميز في مجاله لابد ان احنا نحترمه ونقدره ونستعين بخبراته ونستعين بإنجازاته. ده كان بالنسبة للثورة الاجتماعية وجابت نتيجة إيجابية للشعب المصري. ده بالنسبة لموضوع الحياة السياسية. أتمنى أن أنا أكون وفقت، وبحييكم من قناتي منال الحسيني والتفوق في التاريخ، وبطلب منكم لو سمحتوا اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير. وبحييكم من مدرسة طمية الثانوية بنات، وبشكر الأستاذ محمد يونس مدير المدرسة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في موضوع جديد من موضوعات التاريخ الفرعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.